إيه الفنانه المتالقه رباب ممتاز منورانا على شاشه سارما السعوديه؟ يعني خليني ابارك، انت النهارده لابسه الزي السعودي واحنا مش واخدين بالنا. ما انا عرفت انك انت هنا فانا قلت اعمل كده. طب قولي لي بقى مهرجان ذكرياتك مع المهرجان التجريبي. انا بحب جدا المهرجان التجريبي، بحبه دايما، بحافظ كل سنه ان انا ابقى موجوده علشان فعلا مسرحيات حلوه. والدكتور سامح مهران انا بحبه جدا جدا طول عمري، وبحب جدا المهرجان ده، فبحب اجي فعلا، بنبسط بجد. اكتر مهرجان بحب اجي فيه التجريبي. ده شكل النهضه السعوديه الكبيره في الدراما وفي السينما، واحنا اصدقاء يعني على المستوى الشخصي لما بتكلميني دايما تقولي لي مبسوطه جدا من اللي بيحصل مع المستشار تركي الشيخ. طبعا. يعني نحب نعرف الناس بقى. لا انا مبسوطه جدا لان احنا طول عمرنا دي حياتنا المصريين عند في الامارات. انا مثلا كنت بعمل مسلسل سوق الخضار وانا صغيره ومسلسل تاني مع استاذ فيفي عبده كان بيتعرض على الراي الكويتيه. ما احنا طول عمرنا دي حياتنا، الامارات والكويت، وده الانتاج بيبقى مشترك. اوكي، فبالعكس انا مبسوطه جدا جدا، وانا بحييه على الحاجات الاخيره وشكرا جدا ليه، عشان هو في ناس فنانين ما كانش موجودين سواء غنى وسواء ممثلين، وهو فعلا مد الايد ليهم وكتر خيره بجد. شكرا ليه بجد. اعتقد كان هيبقى لي عندك تجربه قريب، او كان في مسرحيه او كان في مفاوضات على كده الفتره اللي فاتت. لا يعني لسه، يا رب ان شاء الله يا رب. معروف عنك انك ست شريره على مستوى الدراما والسينما وحتى لو في مسرحيه برضه هتطلع شريره، ربنا يديمها نعمه. مع انك انت ست كيوت وجميله يعني طيبة. والله. ساعات البني ادم بيعمل الحاجات اللي هي مش في شخصيته، فاهم، عشان بيعوض بجد والله انا دايما شريره بالفطره. انا دايما بدعي دعوه واتمنى تقعد لي. يا رب اي حاجه بعملها في اي حد تقعد لي، انا موافقه. شوف يعني بقى دعوه كبيره جدا. يعني فكره انت الشر اللي انت بتطلعيه في التمثيل ده، الناس لما بتصدقوا فيفتكروا ان هو حقيقي، بس هم اللي ما يعرفوش ان اصعب تمثيل هو تمثيل الشر ده. دي فانت حقيقة. طالما وصلت لك فانا ممثله جامده دي جدا. حقيقة. استاذ فريد شوقي على فكره كان اطيب حد في الدنيا، عادل ادهم كان اطيب حد في الدنيا يعني. فلا، ما بالعكس، بالعكس انا بحب جدا الشر. يا رب اعمله في الحقيقه. في الحقيقه نفسي بصراحه. نفسي جدا. بحاول. لا لا شيك النهارده كده، وتروحي الجيم وخاسه. الله اكبر، عشان هي بتخاف لا الحسد. خلاص مش رايحه. هي بتخاف الحسد يا جماعه. كدمه. ايه صعبه. الجمهور بيشوف. لا تمام. بحاول كده اعمل شويه حاجات تفك الطاقه شويه. الرياضه حلوه قوي 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 للانسان العادي، فما بالك الفنان بقى. كنت قليله الظهور خالص وقافله على نفسك وما بتطلعيش غير لو عندك تصوير. الحمد لله دلوقتي بدانا نشوفك. واضح ان انت سمعتي النصايح الحاج يعني. نصايح مين؟ حد مين؟ حد مين؟ بحاول اسمع نصايح الناس اللي بتعزني وتقولي اعملي كذا، وانا بحب اسمع جدا وبعمل بالفعل. يعني اي حد بيقول لي حاجه تفيدني انا بحب اعملها بصراحه. يعني لو الجمهور السعودي هيشوفك برضه هيشوفك في دور شرانيه، ولا ممكن يعني نديهم اول حاجه كده ما تبقاش شر قوي، مع ان انت قمر في الشر يعني. لا يعني ماشي، الشر دلع رقص، انا تمام، اللي انتوا عايزينه انا شغال، ما فيش مشاكل. طب قولي لي بقى، صيفتي في الساحل؟ لا مش فلوس ولا؟ لا معايا. بس مش بحب الساحل. غردقه دي حقيقه فعلا. بس كان يقول لك احنا بنصرف في الساحل 20,000 جنيه. وبعدين بحس ان انا اللي هشوفهم في الساحل بشوفهم في مصر، بشوفهم في المهندسين، بشوفهم في الكافيه، بشوفهم في كل حته. فانا ليه لا يعني تمام. انا عايزه ابقى مع نفسي كده. عندنا عمل حاجه درامي الفتره دي؟ اكيد مش هقول. ما انا المشكله ان انا عارف، بس بالظبط. الجمهور السعودي يعرف. طب هبقول لهم بيني وبينهم. بينك وبين دي حقيقه. يعني لو جالك عريس وفقير، بس بتحبيه نص نص كده ما بتحبوش، بس لو فقير هتوافقي؟ يعني ايه؟ لا يعني لازم اكون بحبه عشان فقير. امال يعني ايه؟ مش فاهمه يعني، لا حب ولا فلوس. لا معلش يعني. يعني حب يا فلوس. اكيد لو فقير هحبه. اوكي انا موافقه. لو جالك عريس مثلا معاه 50 مليون جنيه وده اقل حاجه ممكن يعني اشوف في الزمن ده، يعني شقه وعربيه وبتاع ده يدوب. يا واخد القرد على ماله، يروح المال ويفضل القرد على حاله. هو ده مش مثل، ده
اسطوره. بالظبط كده. لا ماليش كنت وافقت من زمان. طيب شايفه ولاد رزق بعد حقق ربع مليار، 254 مليون جنيه، ما شاء الله. حاجه رقم. طبعا احمد عز ومعلم أحمد استاذ عز. تركي الشيخ. احمد عز هو السينما يعني، واستاذ كريم عبد العزيز طبعا، بس احمد عز يعني في الفيلم ده لا يعني هم كلهم طبعا ابدعوا يعني. اتمنى ابقى في الرابع وفي الخامس وفي السادس وفي العاشر، انا موافقه ما عنديش مشكله. احمد عز احنا عاوزين تبقى الرابع. يعني الرابع في الفيلم. شكرا ميرسي. في الرابع. وهي شرانيه فاكيد هتمشي مع الفيلم يعني. يعني انا موافقه باي حاجه. لا انت هتطلعي شرانيه. اي حاجه. اي بقى شنطه فلوس انا موافقه. لا انا شايف ان مش مشكله. لو فعلا دخلتي الجزء الرابع انت شرانيه، هم اصلا عيال شرانيه، فالدنيا هتبقى ولعه. اتمنى انا اعمل اي حاجه. أنا جدا.